السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد عن جوهرة المنتخب الوطني إبراهيم مازا. لنعطيكم الحقيقة بالأرقام، مازا لعب 405 دقائق حسب موقع سوفا سكور هذا الموسم، ورغم قلة الدقائق قدم مردودا أفضل من لاعبين عندهم 1000 مباراة، ليس 1000 مباراة بل 1000 دقيقة. الإحصائية تقول أن مازا كل 200 دقيقة يسجل هدف، وهذا بالنسبة للاعب صغير في السن في نادي جديد لا يمنح له دقائق كبيرة، هذا شيء كبير. حتى أن مدرب المنتخب الألماني قال وتمنى أن يكون إبراهيم مازا في صفوف الماكينة الألمانية. يعني أننا اكتسبنا جوهرة رغم تصريحاته السابقة، لكننا اكتسبنا جوهرة لا تقدر لمازا 3 ميزات، وهي التحرك بدون كرة. كما ترون هنا الخريطة الحرارية تظهر تنقل كبير على الجهة اليمنى والدخول نحو المرمى. لاعب مباشر، لاعب يهاجم بسرعة ويبحث دائما عن التقدم للأمام، بالضبط ما نفتقده في المنتخب الوطني الجزائري. مازا عنده انضباط كبير جدا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب. دقة تمريراته تصل ل 84% في ملعب الخصم، هذا رقم ممتاز 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 لأي لاعب. المنتخب اليوم يحتاج جناح أيمن بعد كبر سن رياض محرز، عنده السرعة المباشرة والجرأة مثل إبراهيم مازا، يمتلك هذه الصفات. وعندما نرى أرقامه مقارنة ببعض اللاعبين الذين يلعبون بانتظام، نفهم أن مازا قادر يعطي إضافة قوية لو يستدعى مرارا وتكرارا في المنتخب الجزائري، اللي كما نقولوا احنا يسمر بلاصته دير في المنتخب الوطني الجزائري. تنسوا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تشتركوا في القناة ولايك الفيديو، والسلام عليكم.